الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، تكلمت في لقاء سابق أن قراءة الفاتحة على الأموات غير مشروعة، أو قراءة الفاتحة في بداية المجلس أو في ختام المجلس أو عند الزواج. قلت هذا الأمر غير مشروع، لم يشرعه الله عز وجل. ومن استدلالات التي استدليت بها أن النبي عليه الصلاة والسلام عاصر كثير من الأموات، ما قرأ يوم من الأيام الفاتحة على 100 من الأموات، وحضر الكثير من عقود الزواج ما قرأ الفاتحة يوما واحد أو مرة واحدة على عقد من عقود الزواج. وكذلك عليه الصلاة والسلام جلس الكثير من المجالس ما استفتح مجلسه ولا مرة واحدة بالفاتحة ولا ختمه بالفاتحة. فجاءتني بعض الردود من بعض طلبة العلم مع كل أسف، وقالوا مو كل شيء سيدنا النبي تركه ما بيجوز نفعله، قال ترك لا يفيد التحريم. واستدلوا انه انت ليش راكب سياره؟ وليش انت قاعد بسبينه؟ هذا حرام، اني ما قاعد بسبينه. وكيف تسافر على الحج بالطياره؟ ما بيجوز. قلت سبحان الله، هذا ان دل فانما يدل على جهل عجيب، على جهل مركب. اخواني بارك الله فيكم، هناك قاعده قالها الامام الشاطبي رحمه الله، احفظوها كلكم طلاب علم. يقول الامام الشاطبي رحمه الله: كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه واله وسلم مع وجود المقتضي لفعله وعدم المانع ففعله بدعة وتركه سنة. شلون يعني؟ إن أي فعل النبي عليه وآله الصلاة والسلام من العبادات من الدين ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أن المقتضي والداعي له موجود ولا يوجد مانع يمنعه من فعله، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، فيجب علينا أن نترك هذا الفعل. سأضرب مثالا لتوضيح المسألة. صلاة العيد هل لها أذانا أو إقامة؟ شو رأيكم؟ ما إلها. لو حبينا نأذن لصلاة العيد بجوز ولا ما بجوز؟ ما بجوز. ليش؟ ما ورد. مين قال ما ورد؟ أنت قلت. والنعم، نحن نقول أخونا قال ما ورد لحق يطمع أخونا. طيب إذا ما ورد، طب سيدنا النبي ما نهى، وين مشكلة إذا أذنا؟ ما بيصير. ليش؟ لأن سيدنا النبي صلى صلاة العيد دون أذان، فيجب علينا أن نصلي دون أذان. طيب نهانا شيء عن الأذان؟ لا. طيب إذا أذنا شو بصير؟ نكفر يعني؟ لا، لكنك تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة التراويح، هل هون عندنا مثال أمر تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي له وهو الصلاة وعدم المانع، ليس هناك مانع يمنعه من الأذان. صلاة التراويح جماعة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يصليها؟ صلاها 3 أيام بالصحابة ثم تركها. لماذا؟ الله يبارك فيكم جميع، تأخذوا طربوشي وخلصوني يا جماعة. إذا تركها النبي عليه الصلاة والسلام لمانع منعه من أدائها، خشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض على الأمة من بعده، لذلك تركها. فالتراويح لما عاد إليها عمر رضي الله عنه أعادها إلى سيرتها الأولى. نعم، قال نعمة البدعة هذه، قال قصد البدعة اللغوية لا الشرعية، لأنها شرعا ليست ببدعة بل سنة ثابتة عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ونحن الآن سنطبق هذه القاعدة على مسألة الفاتحة. الفاتحة النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن عظمها. أعظم سورة في القرآن، هي 7 المثاني التي تسن وتكرر في الصلاة، هي أم القرآن، هي الشافية، هي الوافية، هي الكافية، لها فضائل عظيمة سورة الفاتحة. لما الصحابة رضوان الله عليه أو الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا إلى قرية واستطعموا أهلها فلم يطعموهم، لدغ سيدهم فسألوهم معكم راقي؟ فأجى رقاب الفاتحة، أقر له النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الفاتحة رقية، أقر له على ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب، طبعا الفاتحة بهذا الفضل العظيم ولا تصح الصلاة إلا بها، ركن من أركان الإسلام لا يصح إلا بالفاتحة، وشرعها الله عز وجل في صلاة الجنازة. صحيح؟ صلاة الجنازة فيها فاتحة. طيب ليش بعد ما صلينا على الجنازة ما سيدنا النبي قال الفاتحة؟ معقول تنفع الميت ولا يفعلها نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا تركه عليه الصلاة والسلام لقراءة الفاتحة على الميت أو في أول مجلس وآخر المجلس مع وجود المقتضي لفعلها وهو الميت، وليس هناك مانع يمنعه من قراءتها، دل على أن تركها سنة وفعلها بدعة. سألني أحد الإخوة قال لي يعني سيدنا إذا شفنا ميت نشغل له غنية؟
قلت له لا يا سيدي لا شغل غنية ولا تبتدع، ادعو له بالرحمة والمغفرة كما علمك النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ما بقول عنا لا طخه يكسر مخه. أحد المشايخ كمان كان في مجلس فختمه الفاتحة، فقلت له شيخنا والله هذه غير مشروعة وهذه يعني ليست من السنة. شو قال لي؟ قال شو لك والله بختام مجلس ادح لك بيتين لأم كلثوم. قلت له لا والله شيخنا في ختام مجلس اقرأ دعاء ختم المجلس الذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام، كفاءة المجلس. يا إخوان النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا علمنا إياه على الإطلاق. حتى الصحابي قال لك ما في طير بيطير بالسماء إلا أعطانا منه خبر عليه الصلاة والسلام. يا جماعة الخير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نستنجي. معقول يترك هذه الأمور العظيمة ما يعلمنا إياها عليه الصلاة والسلام؟ لذلك أيها الإخوة أنصح نفسي وإياكم، أنصح نفسي وإياكم، ربما أنا معكم اليوم ربما غدا ما أستطيع الكلام ما ندري. أنصح نفسي وإياكم تمسكوا بأثر النبي عليه الصلاة والسلام، تتبعوا أثر النبي عليه الصلاة والسلام. والله الذي لا إله غيره إن أثر النبي عليه وآله الصلاة والسلام يوصلنا إلى الجنة. كلنا نريد الجنة، كلنا نريد الجنة ونطلب الجنة ورضا الله عز وجل. والله لن نحصل رضا الله تعالى إلا من خلف النبي عليه الصلاة والسلام، نتبع آثاره عليه الصلاة والسلام. فأوصيكم بوصية ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. تمسكوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبهدي أصحابه. أسأل الله أن يحشرني وإياكم مع الصحابة رضوان الله عليهم تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.